برضو في ناس بتسالني لحد دلوقتي على التليفون وعلى النت وعلى الواتساب ايه العمليه المناسبه ليا. انا ما اقدرش اختار العمليه المناسبه لحضرتك عن طريق التليفون او عن طريق الواتساب، دي عمليه معقده جدا جدا جدا. انا لازم اشوف حضرتك ولازم اقيم عمل حضرتك ولازم اقيم مجهود حضرتك اللي بتعمله في اليوم، مواعيد اكلك، نوع اكلك، حياتك ماشيه ازاي، بتتصرف ازاي، ايه المناسب ليك، ايه اللي مش مناسب ليك. يعني انا ما اقدرش على التليفون اقول لك حضرتك ممكن تعمل تكميم، لا حضرتك ممكن تعمل تحويل مسار كلاسيكي، لا 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 ده حضرتك هتعمل تحويل مسار مصغر، لا 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 الساسي انا شايف انها احسن. الكلام ده ما ينفعش خالص. عمليات السمنه كترت جدا جدا جدا، وكل مريض له عمليه مناسبه ليه. ان شاء الله بالتفصيل هنشرح كل عمليه، لكن ما تاخدش كلامي ده على انك تقرر لنفسك ايه العمليه اللي هتتعمل لك. ما ينفعش بالتليفون، لازم تروح تقعد مع الدكتور وهو يقرر ايه المناسب ليك بعد اجراء الفحوصات